في واحدة دخل في رجلها خلة سنان، عملت أشعة عادية وما لقيتش حاجة، راحت عند كذا دكتور لمدة شهر تلف، وكله بيقول لها ما فيكيش أي حاجة يا ست الكل، ده مجرد خراج والتهابات. فتحوا الخراج كذا مرة ويستغربوا إن الخراج ما بيخفش. لما جت قلنا لها إن مش كل جسم غريب بيبان في الأشعة، وبوصف كلمة خلة سنان فده جسم ما بيبانش في الأشعة العادية. ليه؟ لأنه جسم ما بيمتصش الإشعاع، والإشعاع بيعدي منه ويرجع تاني لجهاز الأشعة كأنه مش موجود. امال ايه اللي ممكن يبينه؟ اللي يبينه حاجه من اتنين، يا اما الرنين او السونار عند حد شاطر في السونار. الرنين يمكن غالي شويه وما بينفعش مع ناس لو مركبه شرايح ومسامير، لان ساعتها جهاز الرنين هيحاول يشد الشرايح والمسامير ويعمل اصابه فوق الاصابه اللي احنا جايين عشانها. فممنوع ان احنا نعمل رنين لو مركبين شرايح ومسامير، الا لو مركبين شرايح ومسامير من النوع اللي بيمتص، او ان احنا هنعمل رنين في حاجه اسمها رنين مغلق، وده ليه احترازاته الخاصه ومش موجود في كل مكان. فمهم جدا ان احنا قبل ما نعمل اي فحص دكتور يفحصنا كويس، جراح شاطر، عشان يختار الاجراء المناسب لما بيسال في التاريخ الطبي، عشان يوصل بيك لنوع الفحص اللي يناسب حضرتك بناء على التاريخ الطبي كله بتاعك. احنا مش بنعالج واوا ماشيه لوحدها في الشارع، احنا بنعالج بني ادم على بعضه. ولما نطلب سونار، مش اي سونار، لازم عند حد شاطر متخصص في الاشعه. مع احترامي الكامل، مش سونار دكتور النساء، دكتور النساء متخصص في جزء معين ولكن لسه ما اتدربش على ده. حتى ولو متدرب فهيكون تخصص الاشعه هيكون افضل بكتير ان يوصل للجسم الغريب دوت. طب الجسم الغريب الجسم بيتعامل معاه ازاي؟ ده اللي هنقوله في الفيديو الجاي.